بعرفكم بنفسي في وسط القرف اللي موجود، بعرفكم بنفسي في وسط الشتايم اللي اتشتمتها عشان قلت كلمة حق. أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي أميرة، مسيحية. اتربيت من وأنا صغيرة في كي جي 1 وكي جي 2 جنب صاحبتي الأنتيم، مسلمة، ولحد دلوقتي معايا على الفيس وذكرياتنا مع بعض ودايما بنفتكرها سوا. كانت والدتي بتحبها جدا جدا. عمرها ما قالت لي دي صاحبتك الأنتيم دي مسلمة بعيدي عنها. عمر مامتي ما قالت لي دي صاحبتك وحشة بتتعامل معاكي وحش، صاحبي واحدة مسيحية بدلها. عمر ما ده حصل. كنت بقعد جنب كل المسلمين في المدرسة. عمري في حياتي ما قلت لا دي صاحبة مسيحية ودي صاحبة مسلمة. عمري ما قلت لا أنا هصاحب دي ومش هصاحب دي. اتربيت وتعلمت إن لما صوت الأذان يشتغل وأكون مشغلة أغاني في البيت أطفي صوت الأغاني. اتعلمت لما أكون في أي مكان وأسمع صوت الأذان أقعد ساكتة لحد ما صوت الأذان يخلص. اتعلمت لما نكون بنتكلم أنا وحد وصوت الأذان يشتغل نسكت. اتعلمت إن صوت الأذان زي صوت الكنيسة، زي صوت جرس الكنيسة، الاتنين ليهم احترامهم. اتعلمت إن أنا في رمضان لما يكون حد قاعد جنبي مسلم وصايم مستحيل أشرب قدامه بق مية، مستحيل أكل قدامه لقمة لو هموت من الجوع. ده من وأنا في مدرسة. عمري ما كنت آكل لقمة طول ما حد مسلم قاعد جنبي في الفصل. كنت باخد سندوتشاتي وانزل تحت. اتربيت على كده. انزل اقف اكلها مع حد مسيحي، نقف على جنب لوحدنا، نجمع بعضنا ونقف وناكل في حته لوحدنا بعيدا عن اخواتنا المسلمين عشان ما يشوفوناش فيتعبوا، عشان احنا لسه كنا اطفال فكنا شايفين ان حرام ان احنا ناكل قدام ناس صايمه. ولحد دلوقتي كبرنا وتعلمنا نفس الكلام. ليا اصحاب مسلمين مسافرين بره، لما بيجوا من بره اول حاجه بيعملوها بيبقوا عايزين يشوفوني، بيبقوا عايزين يقعدوا معايا عشان وحشتهم. ليا جارتي مسلمة من أغلى الناس عندي، هي ومامتها من أغلى الناس عندي. لو غابوا عني كذا فترة لازم أتصل أسأل عليهم، لازم أخبط على جارتي المسلمة وأطمن عليها. من أجمل الناس اللي شفتها في حياتي، من أجمل الشخصيات اللي شفتها في حياتي. عمري ما شفت منهم حاجة وحشة، وهم عمرهم ما شافوا مني حاجة وحشة. حد مسلم صاحبتي، واحدة مسلمة صاحبتي غابت عليا بقالها فترة بكلمها أو حتى ببعت لها واتساب. عندي واحدة صاحبتي معايا كانت في المسرح، وحتى بعد ما وقفت تمثيل ورجعت تاني للتمثيل هي معايا. صاحبتي المسلمة دي رفضت انها تمثل من غيري، ولما مثلت كانت دايما بتشوف انها محتاجاني معاها، وانا دايما كنت بشوف ان انا لازم امثل معاها. لما بشوف الستوري بتاعت واحدة صاحبتي حبيبتي مسلمة بحط لها لايك عليها، حتى لو آية قرآنية، وحتى لو انا مش عارفاها. عمري ما قلت لواحدة مسلمة ده انا النهارده عندي مشكلة كواحدة مسيحية وانتي لا انتي مش هتفهمي حاجة عنها ولا هتعرفي حاجة عنها. عمري ما صدر مني ده. لو حد لا قدر الله من اصحابي المسلمين حصل عنده حالة وفاة اول واحدة بكون موجودة، اول واحدة بتبعت واتساب او بتبعت رسالة او بتتكلم في التليفون لو مش هقدر اروح. اتعلمت ان زعل اخواتي المسلمين زي زعلي، او زي زعل الناس المسيحيين اللي هم مني عادي. البابا شنودة الله ينيح نفسه اللي العالم كله كان بيحبه وبيحب كلامه، كان دايما يقول ان مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. ما كناش عمرنا بنفرق بين مسلم ولا مسيحي، ما كناش عمرنا بنسأل اصلا ده ديانته ايه. لما بنيجي نساعد حد، انا واحده مسيحيه لما اجي ادي العشور بتاعه الكنيسه، او لما اجي ادي العشور بتاعه بيتي اللي انا بطلعها من بيتي، الفلوس اللي انا بطلعها من بيتي لما بدي ناس باجي اطلعها ما بقولش ده مسيحي ومحتاج وده مسلم مش محتاج، لا، انا بشوف اللي محتاج فين سواء مسلم او مسيحي. ده اللي احنا اتربينا عليه، وده اللي احنا عايشين بيه طول عمرنا، وعمري ما اتغيرت.
واي حد بيشوف الفيديو ده مسلم يعرفني يقول الحقيقة، انا واثقة من كلامهم. كنت زمان لو شفت حد بيفرق بين مسلم او مسيحي، او في حد معانا في المدرسة او معايا في الجامعة بيفرق بين مسلم ومسيحي، كنت دايما ببعد عنه. اي واحدة صاحبتي كانت تيجي تفرق وتسأل انت مسلمة ولا مسيحية، او كانت تفرق، ما كنتش بعرفها اصلا. كنت بقول البنت دي اكيد وحشة، لاني اصلا ما كنتش عارفة يعني ايه تفرقة، ما اتربيتش على كده. كلمة الهلال مع الصليب ده مش شعار، ده حياة احنا بنعيشها. في ايام رمضان بنزل اشتري حاجات رمضان، فؤاد المهندس وغيره وغيره، وياما اشتريت حاجات بتاعت رمضان وعلقتها. ولازم يجي يوم في وسط رمضان لازم اصومه من اوله لاخره، زي ما المسلمين بيصوموه عادي جدا. كنت بحس انها مشاركه. في ايام مولد النبي بنزل اجيب حلاوه المولد زي المسلمين عادي جدا، لانه بحس ان ده عيدنا زي ما هو عيد المسلمين. بحط بوست مش منظر، بحط بوست بهني فيه كل الناس المسلمين اللي هم اخواتي، اللي انا مش محتاجه اقول كل ده. انا بس بعرفكم بنفسي، بعرفكم بنفسي في وسط القرف اللي موجود، بعرفكم بنفسي في وسط الشتايم اللي اتشتمتها عشان قلت كلمة حق. انا مسيحية واتربيت على ان احبوا اعدائكم، بس كونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام. ما يمنعش ان انا عشان سامحت اللي قدامي ان انا ما اخدش حقي، او ان القانون ما ياخدليش حقي. مش انا بقى اللي اخد حقي، القانون اللي ياخد حقه. لو انا سامحتك القانون مش هيسامحك. القانون ملهوش في المودة والرحمة اللي بين الناس. القانون بيحكم بالعدل. هتقولوا لي ليه ما عملتيش قبل كده فيديو زي ده وقلتي وعرفتي نفسك؟ عشان مش محتاجة، عشان انا حرفيا مش محتاجة اعمل ده، مش محتاجة اقول ولا اعمل. عشان دايما اللي بيعمل ما بيقولش، واللي يقعد يهلفط بالكلام ويقعد ينادي ويتكلم اعرف ان هو ما بيقولش ولا كلمة، ما بيعملش ولا كلمة. جعجعت بقه وفضى، خلص الكلام.